بتدخل مكان أو قاعدة وتحس إنك مش متشاف، كأنك موجود بس مش موجود. بتتكلم ومفيش حد بيسمعك، أو الأسوأ حد بياخد كلامك ويكمل عليه كأنك ما قلتش حاجة. بس الغريب إن في نفس القعدة في شخص واحد بس محدش بيقاطعه، وكل العيون عليه من غير ما يطلب ده. السؤال هنا إيه اللي هو بيعمله وإنت مش واخد بالك منه؟ النهاردة هكشف لك 5 حركات بسيطة جدا بس في ثواني بتقلب ميزان القبول الاجتماعي 180 درجة. وصدقني الحركة الأخيرة مش مجرد حركة، دي زرار بيغير طريقة تعامل الناس معاك بالكامل. بص بقى، في علم النفس الموضوع كله بيتحسم قبل ما تقول ولا كلمة. حرفيا أول 3 ثواني بس كفيلة تخلي اللي قدامك يا ياخد عنك انطباع جامد يا يركنك على جنب خالص. وعشان كده الهدوء مش حركة عادية خالص، ده إعلان رسمي كده، أنا وصلت. طيب تعمل إيه بقى عشان الهدوء بتاعك يبقى ليه وزن؟ أكبر غلطة ممكن تعملها تسلم على حد وإنت باصص في الأرض، أو بتبص حوالين كأنك مش مركز معاه. الحركة دي بتوصل له رسالة واضحة إنك مش واثق في نفسك أو مش مهتم. الصح تبص في عينه بثبات من غير مبالغة. النظرة دي بتخليه يركز معاك ويحس إنك مش شخص عادي معدي، لأ واحد ليه حضور. تاني حاجة الإيد، بلاش سلام السمكة الميتة، الإيد السايبة اللي تحس إنها ملهاش لازمة. وفي نفس الوقت بلاش تروح داخل عليه كأنك داخل خناقة، لأ ده صح ولا ده صح. الحل ببساطة سلام ثابت، إيدك ماسكة بثقة، مش ضعيفة ومش زيادة عن اللزوم، وهزة خفيفة كده تدي إحساس إنك مرتاح وواثق، وده بيخلي اللي قدامك يحس إنك شخص متزن وعارف قيمة نفسك. قبل ما تفكر تقول إيه، خلي كاريزمتك هو أول حاجة تعبر عنك. نيجي بقى لأهم زتونة في الموضوع كله، الصوت. لو أنت عارف اسم الشخص اللي قدامك استخدمه، وأنت بتسلم قول له ببساطة أهلا يا فلان أو مساء الخير يا فلان، بصوت هادي واضح من غير تصنع. الحركة دي شكلها بسيط جدا بس تأثيرها كبير بطريقة مش طبيعية. ليه؟ لأن مفيش كلمة بتشد انتباه أي حد زي اسمه، دي حاجة كده تلقائية. أول ما يسمع اسمه دماغه يركز معاك فورا، كأنك بتقول له أنا شايفك ومهتم بيك تحديدا، وده لوحده بيقفل الدايرة كلها. نظرة ثابتة، سلام مظبوط، واسمه بصوت واثق. ساعتها قبل ما تكمل كلامك أصلا انت كده كسبت أول وأهم جزء في أي مقابلة. وأهم حاجة هي كسر الصمت. أكبر غلطة ممكن تعملها إنك تدخل قاعدة وتقعد ساكت كأنك مستخبي، لا بتسلم ولا بتتكلم، وكأنك مستني حد يلاحظك. بالعكس، أول ما تدخل أي مكان ارفع راسك كده عادي وقول جملة بسيطة جدا، مساء الخير يا جماعة. مش محتاجة فلسفة، بس السر كله في النبرة، تبقى هادية واضحة، مش واطية لدرجة محدش يسمعك ولا عالية زيادة فتحسها مصطنعة. نبرة كده تقول أنا موجود ومرتاح. في ثقافتنا أول واحد بيتكلم بثبات هو اللي بيحجز لنفسه مكان في القعدة من بدري، من غير ما يقول أنا القائد ولا أي حاجة. طيب خلينا نبقى واقعيين شوية، لو القعدة فيها بنات الموضوع بيفرق أكتر. الشخص اللي داخل ساكت ومش باين غالبا مش بيشد الانتباه خالص، لكن اللي دخل وقال مساء الخير بثقة وبنبرة مظبوطة بيتاخد عنه انطباع انه اجتماعي ومرتاح وبيعرف يتعامل. مش موضوع استعراض ولا انك تتصدر المشهد بالعافية، الفكرة انك تبقى حاضر. جملة بسيطة زي مساء الخير يا جماعة ممكن تفرق بين واحد دخل وعدى وواحد دخل وتلاحظ من اول لحظة. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، حماية المساحة. بس قبل ما نكمل، لو شايف ان الكلام ده مفيد وبيمس حياتك فعلا، ما تنساش تشترك في قناة الخط الابيض عشان المحتوى ده يوصلك دايما، لان ببساطة عدم اشتراكك بيخلي النوع ده من المحتوى يختفي شوية بشوية. اكيد حصلت معاك قبل كده، تكون بتتكلم وفجأة حد يدخل في النص ويقطعك كده عادي جدا وياخد هو الكلام. لو سكت انت كده ببساطة بتتنازل عن دورك وبتدي رسالة ان عادي حد يعدي عليك. بس برضه الحل مش انك تعلي صوتك وتخش خناقه، الحل اهدى واذكى بكتير. تبص له بثبات كده وتقول جمله بسيطه، ثانيه واحده بس خليني اكمل النقطه دي، بس كده من غير عصبيه ومن غير احراج. ليه؟ الحركه دي تاثيرها قوي جدا، لانك هنا بتقول بشكل غير مباشر انا موجود وليا دوري ومش هيتاخد مني بسهوله، وفي نفس الوقت محافظ على احترامك واحترامه. في عادات كتير سواء مع اصحابك او في شغل او حتى وسط قاعده فيها بنات، هتلاقي دايما حد بيحب يقاطع او يدخل في النص بسرعه. اللي بيسكت كل مره ويسيبه يكمل بيبان انه مش ماسك الموقف، لكن اللي بيوقف المقاطعه بهدوء ويكمل كلامه طبيعي بيبان انه واثق ومش بيتلخبط بسهوله. وخلي بالك الموضوع مش ليه علاقه انك تفرض نفسك او تبقى شخص تقيل على القعده، بالعكس الهدوء هنا هو اللي بيديك قيمه اعلى، لانك بتثبت نفسك من غير ما تزود ولا تنقص ولا تدخل في شد وجذب. كمان حاجه مهمه جدا في اي قعده فيها ناس مختلفه، سواء صحاب زملاء شغل او حتى قعده فيها بنات، الناس بطبيعتها بتلاحظ اللي بيعرف يمسك كلامه ومش بيسيبه يتسرق
تتسرق منه بسهولة. دي تفاصيل صغيرة بس بتفرق في الانطباع اللي بيتكون عنك بشكل كبير. النقطة اللي بعدها وهي حاجة قليلة شوية، عندنا هيبة السكوت. أغلب الناس عندها مشكلة اسمها الخوف من الصمت. يعني إيه؟ يعني أول ما يسكت لحظة يحس إن الجو بقى محرج، فتلاقيه يعمل إيه؟ يجري يبرر كلامه ويشرح زيادة عن اللزوم. لا أصل أنا قصدي كذا، أنا عملت كده عشان كذا، مش قصدي تفهمها كده، ويدخل في دوامة شرح ملهاش آخر. والحقيقة إن ده بيكسر هيبته جدا، لأن اللي بيشرح زيادة عن اللزوم بيبقى كأنه بيستأذن الناس إنها تقبل كلامه. طيب إزاي تستخدم السكوت لصالحك؟ في قاعدة بسيطة اسمها قول واهدى. يعني لما تقول رأي أو جملة مهمة أو موقف واضح، قولها مرة واحدة بس وخلاص. ما تحاولش تقنع بالعافية، وما تفتحش باب شرح ملوش نهاية. انت كده قلت اللي عندك والباقي سيبه هو يشتغل. اللي بيحصل بقى هنا حاجة مهمة جدا. لما انت بتسكت بعد جملة قوية، انت بتعمل حاجة اسمها فراغ نفسي في القعدة. الفراغ ده بيخلي اللي قدامك يوقف لحظة ويبدأ يفكر هو قصده ايه، هو واثق كده ليه. يعني بدل ما انت تشرح كلامك هو اللي بيبدأ يشرح نفسه جوه دماغهم. بس خد بالك، الصمت ده لازم يبقى صمت واثق مش صمت متوتر. يعني وانت ساكت ما تتكسرش عينك للأرض، وما تلعبش في ايدك، وما تبنش انك مستني رد فعل. بالعكس خالص، خليك هادي باصص بشكل طبيعي وقاعد مرتاح، كأنك بتقول من غير كلام انا عارف انا قلت ايه ومش محتاج اثبت حاجة زيادة. نيجي بقى لنقطة لطيفة بس خطيرة في نفس الوقت، قناص الضحك. في ناس فاكرة ان الكاريزما يعني انك تهزر طول الوقت وتضحك في كل جملة وتحول اي موقف لإفيه، بس الحقيقة العكس تماما. كتر الهزار بيقلل منك وبيخلي الناس ما تاخدكش بجد وقت الجد. خليك فاهم الفكرة صح، مش مطلوب تبقى الشخص اللي بيضحك القعدة كلها، مطلوب تبقى الشخص اللي لما يتكلم الناس تركز معاه. يعني ببساطة مش أراجوز القعدة. الأذكى بقى انك تبقى زي القناص، قليل كلام قليل هزار، بس لما تهزر تبقى في التوقيت الصح. إفيه واحد بس في اللحظة الصح ممكن يلم القعدة كلها ويخلي الناس تفتكرك بيه. فكر فيها كده، إفيه متقال في وقته يساوي الناس تضحك وتقولك جامد، نفس الإفيه متقال في أي وقت وخلاص يساوي يضيع ومحدش يفتكره. الفكرة مش إنك تبطل هزار، الفكرة إنك تتحكم فيه، تخليه أداة مش أسلوب حياة. في الآخر وأهم حاجة طبعا، اشتركت ولا لسه؟